اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى هنفرز الملوخيه. هنفرز ايه؟ الملوخيه. بصراحه انا كنت بحب افرزها، يعني ايه، خضره، وبحب انا افرزها ناشفه. انا لسه عندي ناشفه من السنه اللي فاتت. فاحنا هنعمل ايه؟ هنفرز المره دي خضره. يعني في اللي بيبيعها 3 ب10، ماشي. انا جايبه مره 3 ب10، ولقيت واحد بيلف في الشارع بيبيع ال5 ب10 جنيه يا ملوخيه. 5 ب10 جنيه يا ملوخيه، بيلفوا فيها الفلاحين في الشارع. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هقولك على طريقه تفريز، ولا هتحتاجي تحطي كربوناتو ولا انت هتخرطيها. احنا هنفرزها مع بعض بكذا طريقه. الطريقه دي حلوه قوي وجميله وهتعجبك. ولا هتخرطي ولا هتعملي في الكبه ولا في الخلاط، ولا هتضطري تحطيها على النار مع شويه سكر ولا النظام ده، ولا اي حاجه خالص. ولا هتضطري ان انت تعمليها بشويه كربونات ولا اي حاجه. امال هتعملي ايه؟ وهتفضل معاكي من السنه للسنه. اول حاجه هنعملها مع بعض، هنقطف الملوخيه بتاعتي. انا هوريكي هنقطفها ازاي، ماشي؟ لان انا عايزه الملوخيه متقطفه بالعرق بتاعها، ماشي، بالعرق بتاعها. همسك كده اهو، بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي، عارفه الحته دي اهي، تاخديها كده بالعرق اللي من تحت ده اهو. ناخد دي كده، اي بقى ورقه خضراء تاخديها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط كده في اي حاجه، في اي طبق عندك، في اي حاجه انت عندك نضيفه تحطي فيها. بصي اهو، ناخد العرق ده، لان العرق ده اللي بيعمل معاكي عرق للملوخيه، ماشي. الحته اللي بتبقى من فوق دي بتعمل عرق للملوخيه. كمان واحده كده معاكي، لان انا مش هقطف ده كله مع يعني دلوقتي. يعني انا هعمل ايه؟ هوريكي احنا هنعمل ايه بعد كده. اروح بقى اقطف بقى كل دي مع نفسي. بصي اهو، بصوا بقى سهله وبسيطه ازاي. انا باخد الحته اللي دي عشان دي بتعمل عرق للملوخيه اهو. هعمل كمان واحده، نقطف كده الملوخيه. بسم الله ما شاء الله، خضره وجميله. وده الموسم بتاعها يا حبايبي، ده الموسم بتاع الملوخيه. نجيب بقى ونفرز. ولو عايزه تفرزي ناشفه، انا عندي الفيديو عندي على القناه، ممكن ترجعي له يا قلبي. او لو عايزاني اعملها لك تاني ننشف مع بعض شويه، اكتبي لي كده في كومنت كده جميل منك. بصي، خدتي العرق اللي فوق ده اهو. انا مفرزه معاكم السنه اللي فاتت وكانت تحفه على الحله. ما بضطرش ان انا انقلها من حله لحله، ونضيفه عن اللي انت بتجيبيها من عند العطار، تبقى مغسوله كده ومتظبطه كده في البيت اهو. انا عندي ابو الولاد لما باجي اعملها بيقول لي ده انت عامله ملوخيه خضراء، اقول له لا ده ناشفه. يقول لي ده باين عليها ان هي خضراء مش ناشفه. بصي اهو، ليه؟ لان السر بتاعها في ان انت تنشفيها كويس وفي مكان ضلمه، ما بنحطهاش في الشمس اهو. اخد بقى كده ايه، اروح اقطف الملوخيه الحلوه دي كده. اقعد انا وبنتي كده بنوتي كده، نقعد نقطفها وارجع لكم تاني نغسلها مع بعض. اللهم صل على النبي، واقول لك هنعمل فيها ايه دلوقتي بقى يا بنات. انا غسلتها وخليتها زي الفل. فضلت اغسلها، يعني اعملها كده بالميه واشيل كده واحط في قلب الطبق لحد ما بقت ميتها بقت زي الفل. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هنحطها في حته قماشه. انا عايزاها تنشف خالص من ميتها، ماشي، مش عايزه فيها ميه خالص عشان ما تبصش مني في الفريزر، ماشي اهو. احط بقى كده ايه اهو زي ما انت شايفه كده. امسك كده يا مريم. حاضر يا ماما. اهو، احط في قلب التيشيرت بتاعي كده اهوت. اهو، اصفي من الميه بتاعتي واحط فين؟ في التيشيرت زي ما انت شايفه كده. ده تيشيرت قديم انا عامله له الخضار، بحط فيه الخضار بتاعي لما بعد ما بغسله وانشفه في قلب تيشيرت قطن زي ما انت شايفه كده اهو.
حطوا لايك واشتراك واعملوا كومنتات حلوه عشان اعمل لكم كل فيديو جديد. ان شاء الله الملوخيه دي هتقعد عندك من السنه للسنه ان شاء الله بامر الله. الطريقه اللي انا هقولك عليها دي من غير مخرطه، من غير اللهم صل على النبي، من غير ما تحطيها في ميه. احنا عملت معاكم فيديو انا قبل كده الملوخيه حطيناها في ميه سخنه ماشي في رشه كربونات. لا احنا مش هنعمل كده بقى المره دي. اصبري يا مريم. حاضر يا ماما. احنا مش هنعمل كده المره دي. يا مريم كده اهو. هعمل معاكم الوصفه دي. طبعا وصفه الملوخيه اللي انا كنت عاملاها مفرزاها معاكم قبل كده اللي بتاعه الخلاط جايبه بصراحه مشاهدات حلوه قوي 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 قوي، هي والملوخيه الناشفه حاجه كده تحفه تحفه تحفه. وعايزه اقول لك ممتازه ممتازه بصراحه، الطريقه ممتازه. هنشيل كده اهو من الملوخيه دي كده اهوت ونحط هنا كده اهو ونفرش على الحته زي ما انت شايفه كده. طبعا شفتي اي واحده مش مرغوب فيها نشيلها اهو. بس يا مريم خليها كده. اي ورقه ملوخيه شايفاها مش مناسبه ان انت تخزنيها شيليها اهو. بصي شايفاني بعمل ايه اهو. تنيت دي كده اجيب اليمه اللي هي الفاضيه واحط اهو. طبعا انا سايباها دي في مصفى صفت من معظم ميتها اهي. هنجيب بقى كده اهو مع الحرف كده اهو زي ما انت شايفه كده، سهله وبسيطه. ولو معاكي 100 كيلو ملوخيه هتعملوهم في لمح البصر اهو. نتني كده من هنا زي ما انت شايفه كده ونلم اهي. انا بستغل قطعه القماشه اللي معايا بدل ما احط اهي. هجيب بقى واحده تانية نحط فيها بقيه الملوخيه. حطوا لايك تاني واعملوا كمان. بصوا بقى يا حبايبي انا جبت ايه حته كمان وحطيت عليها بقيه الملوخيه. بصوا اهي اتني كده الطرفين كده اهو والف هنا ايه. بصوا الفها كده. بصوا بقت معايا عامله ازاي اهي، زي عامله زي البقجه كده تحفه. احط بقى الثلاثه دول جنب بعض كده. هسيبهم ايه القماشه تشرب الميه اللي فيهم لمده قد ايه يا ام ياسين؟ لمده مثلا نص ساعه ربع ساعه نص ساعه ربع ساعه انت فاهماني، لحد ما الميه لحد ما القماش بتاعنا الحلو ده يشرب الميه بتاعتها. وارجع معاكي اقولك على بقيه الطريقه اللي تقعد معاكي من السنه للسنه من غير ولا كربوناته ولا اي مواد حافظه نهائيا، وتبقى معاكي خضره طول السنه. حابه تعملي بيها مثلا تعملي منها كميه وتحطيها في الفريزر تعمليه. حابه تعملي بالطريقه التانية اللي ان شاء الله الطريقتين التانيين اللي هنعملهم معاكي ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هيعجبوك. حاجه كده تحفه 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 صدقيني، مجربه وجميله جدا. انا كنت عامله منها يعني حابه السنه اللي فاتت تجربه، مش هقولك ان انا معتمداها، كنت بجربها لقيتها ممتازه. بقيت اجيب واعمل بس لا وما صورتهاش بصراحه. انا لو انتوا رجعتوا للفيديوهات بتاعتي هتلاقوني انا قلت لكم على الطريقه دي شفويا، قلت لكم دي مش مستاهله ان هي ايه ان هي يتعمل عليها فيديو. بس انا المره دي انا لقيتها مستاهله، فكره كويسه. في ناس كتير ما بتحبش تحطي كربوناته، في ناس كتير ما بتحبش تحطي مواد حافظه، بتحب الحاجه بطبيعتها. فانا قلت اعملها لكم مفيده وجميله جدا وحلوه وان شاء الله تعجبكم. استنوني بقى ان شاء الله ربع ساعه نجي بقى نشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي بقى يا بنات هنعبي ايه الملوخيه بتاعتنا، هنفرزها. ايه ده انت فرزاها كده؟ هقول لك جميله. بصي اهي التيشيرت شرب الميه بتاعتها كلها ولا مخرطه ولا غيره اهو. طب انت كده هتعبيها في اكياس، طب ما نيجي نستخدمها. اقول لك تعملي فيها ايه. انا بحط في الكيس على قد الطبخ اهو، على قد الطبخ بحط في الكيس اهو.
اهوت. هنعبي بقى كل الملوخيه بتاعتنا الحلوه دي كيس كده على قد ايه، على قد الطبخ يا حبايبي، عشان ما تيجي تطلعي الكيس تستخدميه ده ما بيتفكش، وتاخدي منه وترجعي تحطيه تاني في التلاجة. بناخده كده هو بيتلج كده نستخدمه. تيجي بقى اللهم بارك بقت الحله خضرا زي البرسيم، تحفه اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عسل، ولا تقولي لي بقى مخرطه ولا غيره. انا عن نفسي هفرز يعني ايه بالطريقه دي وبالطريقه التانية اللي احنا متعودين عليها برضه. كل ما تنزلي كده الملوخيه بيلفوا بيها ال5 ب10، هاتيلي 5 حزم، خدي منها على قد ما هتعملي للاكل، والباقي يغسليه وحطيه في حته قماشه كده ايه يشرب الميه وعبيه. هتلاقيه في يوم انت ما معكيش فلوس، مثلا انت حابه تفرزي لك كام كيس كده مثلا، عشان ما بتمشي الملوخيه بتبقى ايه في السوبر ماركت، انت ممكن تعملي 5 6 اكياس ولا 7 اكياس ب8 كيس، بس اسمها ملوخيه خضراء انت عاملاها بايدك في البيت. نفضل بقى ناخد بقى الملوخيه بتاعتنا دي كده اهو. خلاص ده كده خلص، نخش بقى على اللي بعده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. هعبي بقى الملوخيه بتاعتي كلها وهرجع لكم نشوف هنعمل فيها ايه. بصي بقى انا هعمل ايه، هعمل كده كده، انزل كل الملوخيه ايه اللي على الحرف دي تحت زي ما انت شايفه كده. بصي بطلع الهواء من قلب الكيس اهو. شفتي في الملوخيه عامله من فوق، اروح منزلها كده اهو، نزلها كده. بصي اهو هنا ملوخيه صفرا عشان كان بنتي بتعمل معايا بصي اهو. طلعي بقى ايه كل الهواء اللي في الكيس كأنك بتعملي اللهم صل على النبي ورق عنب بتفرغيه، مش احنا بنطلع منه الهواء ده كده برضه اهو. طلعنا الهواء، نربط كده اهو، وادي ايه ملوخيتك زي الفل اهي. نعمل واحده تاني، تعملي كده اهو، بتنزلي الملوخيه لتحت اهي. بعد كده تروحي بقى عامله كده اهو اهو. طلعي الهواء، طلعي الهواء كله اللي في الكيس اهو. كل الهواء اللي في الكيس طلعيه، ما تسيبيش فيه هواء. طب انا من البتاع مش عايزه اعمل كده اهو تاني، وانزل الملوخيه دي كده اهي اهو اهو. بصي الهواء بيطلع اهو، الهواء طلع اهو. جايبه كده اهوت كيس وربطاه بس كده. دي يا بنات عبيتها في الاكياس، وبعد ما عبيتها في الاكياس طلعت منها الهواء زي ما وريتكم ماشي. هنحطها كده في الفريزر، تيجي تطلعيها هتلاقي خضر زي الفل. طب هنستعملها ازاي؟ الكيس كده نفتحه وهو مجمد، نحطه في الكبه ضربتين وحطي في الشوربه على طول من غير بقى ولا كربونات ولا اي حاجه. هي دي استعمالاتها. لو عجبتك بقى الحلقه بتاعت النهارده ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بصوا بقى ابني، بصوا واخد كيس وعم مخبيه بيعاكسني، بيعجبكم كده. لو عجبتك بقى الحلقه بتاعت النهارده ما تنسيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واستنيني ان شاء الله في وصفه جديده وحلقه جديده ان شاء الله. باي باي.